محمد فإن محمد قد مات. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصارع القرب والموت وينادي ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فنظر إلى أمته فرآهم أشد حزنا وخوفا عليه، قال: أتخافون علي؟ احملوني لهم. ولا يقدر أن يصعد المنبر من شدة مرضه، وصعدوه إلى المنبر صوت منكسر من شدة المرض. قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي، إن موعدكم معي ليس الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض. والله إني أراه من مقامي هذا. أمتي لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تهلككم كما هلكت الذين من قبلكم. أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا. ما بالكم برجل خير أن يبقى في الدنيا أو أن يلحق بالرفيق الأعلى. قال رسول الله: فانفجر أبي بكر الصديق من البكاء، علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يودعهم. قال الصحابة: فديناك يا حبيب الله، فديناك بأمهاتنا من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصارع القرب والموت وينادي ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فنظر إلى أمته فرآهم أشد حزنا وخوفا عليه، قال: أتخافون علي؟ احملوني لهم. ولا يقدر أن يصعد المنبر من شدة مرضه، وصعدوه إلى المنبر صوت منكسر من شدة المرض. قال: أيها الناس، كأنكم تخافون. حبيبي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء. وأبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مروة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارخ ابن شارخ